مساء الخير يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله باذن الله. انا كان عندي شويه فراوله في التلاجة، فرمتهم هنعملهم مع بعض النهارده مهلبيه. احنا ما عملناش اكل لا امبارح ولا النهارده، كان عندي اكل بايت فقضيناه من البيت. هنعمل مع بعض النهارده الفراوله دي مهلبيه. انا فرمتها في الخلاط اهي، طلعتها من التلاجة. هزودها شويه ميه لانها تقيله، وبعد كده هعمل لها بقى، اخليها تغلي واعمل لها بقى النشا ان شاء الله خطوه بخطوه مع بعض. حطيت يا حبايبي كوبايه سكر، دي قطع موز اللي انتوا شايفينها، دي قطع موز في قلب الفراوله. حطيت كوبايه مليانه سكر، هنقلبها ونستنى لما تغلي. هنسيبها بقى تغلي وبعدين نجهز النشا. انا مش هقلبه في ميه ولا بتاع، هقلب هنا. حطيت النشا اهو على الفراوله، حطيت 4 معالق كبار، ولو احتاجت بقى نبقى نحط في الميه. هقلبها حبايبي وارجع لكم. بص حبايبي، ابتدت تسخن اهي اهي. اهي شويه كمان كده وهتتقل معاها لغايه ما تخلص. بص حبايبي، هي كده خلاص خلصت. هنستنى بقى تهدى شويه عشان نصبها في الكوبايات او في الاطباق بتاعتها. انا في الفاصل حطيت كيس فانيليا، هطفي بقى عليها. خلاص كده كده استوت خلاص. هجهز بقى الاطباق. دي مهلبية الفراولة. بصراحة مش عارفة، كانوا هيتحطوا في الفريزر وكانوا هيبوظوا وكانوا هيترموا، فاستفدت بيهم كده. كده هناكلهم ان شاء الله. كان معايا رامي هنا، مفيش حاجة حلوة يا ماما، مفيش حاجة حلوة يا ماما. بعدين عملت له الحاجة الحلوة وهو جاي بكرة ان شاء الله. هحطها له بقى في التلاجة. هخلص الاطباق وارجع لكم. بص حبايبي خلاص. مهلبية الفراولة خلصت خلاص اهي. تبرد هقوم مشكلاها بموز وفراولة ان شاء الله اول ما تبرد، عشان هي لسه سخنة مولعة. دول كان حوالي نص كيلو فراولة عندي، واستخسرت والله. يعني اقطعهم واحطهم في الفريزر، بشيلهم من الفريزر ارميهم في الزبالة. يعني اطلعهم من الفريزر برميهم في الزبالة، ما بستعملهمش. فقلت استفيد بيهم والله العظيم. وطلعت جميلة جدا والله، جميلة جدا. جربوها كده وقولي لي رأيكم في التعليقات. طعمها جميل جدا. المهلبية بالفراولة دي جميلة، بس مش عارفة ليه هي طالعة غامقة كده، مش عارفة. مع ان انا ما حطيتش عليها الا النشا بس، النشا بس. هنشكلها ان شاء الله وارجع لكم اوريها لكم. تنسونيش في اللايك والاشتراك يا حبايب قلبي. بص حبايبي، مهلبية الفراولة اهي. انا طبعا دي كوبايتي. كلنا طبعا بنحب الموز. انا هاكلها دي معاكم كده. جميلة 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 جميلة. جربوها والله هتعجبكم قوي قوي قوي.
انا اول مره اعملها على فكره بالفراوله، بس هعملها على طول من بعد ما دقتها كده. ودقت حلاوتها. وانتوا عشان لو مش حابين لونها كده ممكن تحطوا عليها كيس جيلي فراولة، هيدوكوا لون احمر كده زي الفراولة. بس هي كده والله العظيم جميلة، والله جميلة جدا. لو عجبتكم المهلبية دي ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. سلام عليكم حبايبي.